هاتولي المعفن اللي تحت. قولي بقى ايه رأيك دلوقتي يا روح امك؟ ها؟ هتنطق ولا ادوت كل لسانك؟ اشتغل عندك خدام طول العمر، بس ما ترجعيش تاني قدامي. انا ما اقبلكش خدام عندي يا زباله يا جزمه. عشان والنبي انت ست الناس دي كلها، والله انا عظيم انت ست الناس. واشتغل اللي انت عايزاه، انا واشتغل ضرب الجزمه اللي انا اعملها باي حاجه عشان تستريح. عشان تستريح. اشتغل اضرب جزمه المعون عشان تستريح. اخلص يا حيوان يا حيوان، انا عندي صداع. خد الزباله ده بره. يلا يا كلب غرفه داهيه. هاتولي الكلبه الثانيه. أنا ما كانش قصدي حاجة، أنا ما كانش قصدي حاجة. هو اللي عمل كل حاجة. أنا ماليش دعوة. بس ربنا خد حقك، ربنا خد حقك. أنا ما قلتلوش حاجة. هو اللي عمل كل حاجة. أنا خدمتك، أعمل لك اللي أنت عايزاه، بس والنبي ما تموتيني. امشي يا كلبه من هنا. لو تعرفوا كلكم اخرتها ايه، ما كانش حد عمل كل اللي عمله ده. الو، ايوه يا سلمى. هو معاه من ساعه. انا كنت عايزه اقعد لغايه ما يخلصوا الاجتماع اللي بينهم، بس خفت يشوفني يعرفني. اطلع يا اسطى. طيب انا معاكي على تليفونات. ماشي باي. انا قابلت ناس كتير قوي في حياتي، بس قليلين قوي اللي لقيتهم مؤمنين بنفسهم وبقدرتهم على الوصول لهدفهم. انت مش انسانة عادية يا ليلى، انت ممكن تبقي احسن من كده 100 مرة. وانت على فكرة كده عرفت تخططي لحياتك، ودي اهم حاجة في الدنيا. بونجور حبيبي. ايه ده في ايه يا مراد؟ في لا ايه؟ كده كتير بصراحة. ليه كده؟ شكلك لسه زعلانة من كلام منى. أنا فعلا زعلانة من كلام منى.
انا هحاسبها على كل كلمه قالتها. ما تفرقش تحاسبها ولا ما تحاسبهاش، ده حاجه تخصك، لان الواضح ان في حسابات في دماغك انت لوحدك وانت الوحيد اللي عارفها. هو انت فعلا مستني لما اجيب الواد وبعد كده ترميني في الشارع؟ لا طبعا مش حقيقي الكلام ده ليلى. انا اتغيرت، انا قررت ابتدي معاكي صفحه جديده، عشان كده عايزك تسمعي كلامي وتطوعيني. وجودك في الحاره ده مش مريحني خالص. انت دلوقتي حامل ومحتاجه تعيشي في مكان مريح، وانا هوفر لك المكان ده. هشتري لك شقه في احسن حته في مصر، واجيب لك دكتور خاص وممرضه يتابعوا حالتك. انا نفسي ولي العهد يطلع جامد وجديد زي ابوه. بالمناسبه انا لغيت كل مواعيدي عشان نسهر مع بعض النهارده، ايه رايك؟ معلش ممكن نأجلها اليوم تاني؟ انا ابويا تعبان قوي ولازم اقعد جنبه النهارده. حقك عليا. لا مفيش حاجه طبعا، براحتك. انا لا يمكن هغصبك على حاجه ابدا. انا كنت بس عايز اثبت لك اني اتغيرت فعلا. وبعدين هو مقتنع بكل كلمه انا قلتها له. انا مش عايزك تقلق خالص، يمضي الشيكات وبعد كده خلاص. شكرا. مش عارف يا هبه، انا قلقان جدا، مش مطمن المره دي. قلقان برضو؟ وانت دايما متشائم كده؟ تعرف بقى تسيبني اكل عشان انا ميت من الجوع. مش ايهاب بيه برضو ولا؟ اي حركه هتعملها والناس هنا كلها هتعرف انت مين وعملت ايه. وانت ما تعرفش بقى الستات لما بيحبوا يفضحوا واحد ممكن يعملوا فيه ايه. يا حبيبي، والناس هنا في مصر عايزه تخدم زي الهم على القلب. اي واحد ما هيصدق يبان قد ايه هو شهم وراجل، ومليون واحد هيخدم. الا قول لي، انت كنت بتعمل ايه بقى في شركه وسيم؟ وايه خطتك الجديده؟ وايه المطلوب مني يا مدام هاله؟ يعني انت شايف ايه بعد كل اللي انا حكيته ده؟ انت لسه ما قلتيش حاجه. انت موافق على اللي ابوك عمله فيا؟ بصي يعني هو مفيش حد في العالم كله يسمع الكلام ده ويوافق، بس طالما حضرتك وافقتي فانت تحملي بقى. اصل انا كنت جايه فاكره يعني ان انت هتقف جنبي وكده. اقف جنبك ضد مين؟ وفي ايه؟ والدي عرض عليك الجواز وانت وافقتي. كون ان هو طلقك دي حاجه ترجع لك انت وهو. بصي يا مدام هاله، انا لو حسيت ان والدي ضحك عليك او خدعك كنت وقفت جنبك، بس انا حاسس انه حضرتك نيتك مش قوي يعني، مش سليمه. في حاجه عايز اقولها لك بس مكسوف، بس هقولها. انت حضرتك يا هانم اتعرض عليك تبيعي نفسك ووافقتي وقبضتي الثمن، فما تلوميش الا نفسك وبس. كتر خيرك. ممكن افهم دلوقتي انتوا عايزين ايه؟ عايز اعمل معاك اتفاق. اولا لازم تخرجني من المصيبه اللي انت حطيتني فيها دي. ثانيا، ايه علاقتك بشركه وسيم؟ وايه اللي بينكم؟ وعايز اعرف كل معلومه عندك عن الشركه. من الواضح ان انتوا مش واخدين بالكم من الموضوع. هو انتوا فاكرين ان انا هخاف منك انتوا ايه؟ انا ابيض. انا ولا خدت فلوس ولا ماضي على شيكات. والشركه انا اتنازلت لك فيها عن كل حاجه. يعني انا كده زي ما بيقولوا زي البفته البيضاء. بس خلي بالك برضو انت دلوقتي بتبتدي صفقه جديده. صاحبها لو خد باله انت عملت ايه مش هيسيبك. هقدر ساعتها اثبت انك نصاب. مش مهم بقى تشيل الليله كلها ولا لا. ساعتها كل اللي هيهمني ان انا اشوفك متكلبش يا صديقي. من كلامكم كده باين عليكم في حاجه ناويين تعملوها، او في حاجه بينكم وبين شركه وسيم. فقولوا بقى اللي عندكم
نتفق. قول لي بقى، ناوي تنصب عليه في ايه بالظبط؟ انا ما بنصبش يا حبيبتي، انا بنفذ اللي في دماغي اللي قدامي. انت مثلا كان كل اللي همك انك تتجوزي واحد غني، وانا حققت لك ده. طب يا اخ يا مفتاح السعاده والهنا يعني، ما تقول لنا وسيم كان عايز منك ايه؟ شركه وعندها مشاكل ماليه كبيره، وجايبني انا بقى علشان احل له المشاكل الماليه دي. وانت بقى تحل لي المشاكل الماليه دي ازاي؟ مش لما اعرف الاول انت عايزه تعملي ايه وعايزه تعملي ايه. كويس انك جيتي. خير؟ يلا عشان هنسافر. نسافر فين؟